الدنيا مولعه ولعه، وناس بتموت في حروب ملهاش ذنب، واحنا كمصريين هنا بقينا عايشين تحت الصفر، عايشين تحت الصفر والنفسيه زفت. وتطلع شويه معرصين بياكلوا ببلاش، شويه بقرون بياكلوا ببلاش، يقول لك الاهلي. انت مالك ومال الاهلي؟ ما تخليك في قصام النادي اللي انت بتشجعه، ان كنت بتشجع ولا بتفهم حاجه في الكوره. طالع ميدو ابو طزين يقول لك لعيبه الاهلي تفتقد الاساسيات، تفتقد اساسيات. تفتقد اساسيات ايه يا ملعوب في اساسك؟ خلي عندك الاساسيات بتاعتك، انت اساسياتك من تحت كبيره. مالك محروم من الاهلي ليه كده؟ محروم من الاهلي ورا ليه كده؟ من ورا ليه كده؟ انت كبيرك تنام على بيض وتشرب وتتظبط وتنام على بطنك، وحد يظبط لك اساسياتك. والتاني المعاص الواد اللي شكل السلعوه ده اللي اسمه اسلام خارة كاذب، يقول لك صن داونز من غير تدعيمات جاب 4 اهداف. انت مالكوا امك واحنا خدنا منك حاجه عشان ندعم بيها النادي؟ ولا الطيز التاني الهجاص يقول لك تريزيجيه بيغير من زيزو وزيزو بيغير من تريزيجيه. كنت حد قال لك يعني هم بيغيروا من بعض؟ انت لو جيت للغيره بحق ربنا، انا وغيري زي كده 60 70 مليون اهلاوي وزملكاوي، ناس بتفهم كوره ومكانها كان يقعد في استوديو مكانك. انت بني ادم معرص وبتقلش كلمه واحده صدق. انت عباره عن اراجوز بيطلعوك على شاشه عشان الناس تضحك عليك. يا منتن، انت كنت بتمشي من غير لباس، ادعي لسيدك تركي الشيخ اللي نظفك. اقسم بالله من الكلام بتاعكم ده. المباراه بتاعت الهلال امبارح الواحد بقوله ولين ويقول ان الهلال يفوز ونادي عربي، ويقول انه يخسر عشان الكلاب دي تبطل نبيح. شوف الهلال كان 8 لعيبه و9 لعيبه في الملعب اجانب ومعرفش يفوز على فريق مش مصنف عالميا، وفلت من هزيمه باعجوبه. البركه في ياسين بونو والواد كله بالي مطلع كوره من على الخط. وصلتونا ان احنا بقينا نكره اي حاجه بسببكم يا ولاد الكلب يا وساخه. سيبونا في حالنا بقى، سيبونا في حالنا. واقسم بالله خلاص الواحد بدأ والعياذ بالله الكفر والعياذ بالله، الواحد بدأ يمل من الدنيا واللي فيها بسبب الاشكال الوسخه دي.